مقال الإيروتيكية العربية أدب بطعم الكرز قبيل القطاف. قراءة نقدية في رواية برهان العسل لكاتبته سلوى النعيمي. قال أرسطو: الدهشة هي بداية المعرفة. مقولة نادرا ما يفهمها القارئ العربي، فهذا الأخير ما ينفك ويندهش أمام كل عمل أدبي إيروتيكي عربي، ليس بغية الوصول إلى المعرفة، وإنما لتصيد الفرصة لإطلاق الأحكام الجاهزة على مؤلفي هذا الصنف الأدبي. ليس هذا فقط، وإنما يعتبر بعض القراء أن كتاب الإيروتيكية العرب يسعون إلى خلق مكانة لأدب ماجن دخيل على ثقافتهم، وواقع الحال عكس ذلك تماما. إن الإيروتيكية، أو ما يعرف بالحديث عن الجنس والجسد والهوية سواء في الشعر أو الرواية، تعد جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا العربية. فقد تختلف حرارة بعض العبارات من الحارقة إلى الملتهبة، إلا أن هذا لا يمنع كوننا لطالما رددنا وعلى مدار السنوات ما خطه على سبيل المثال الشاعر كامل الشناوي بكل إبداع حين كتب: إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه، تتحديان الشوق بالقبلات، تلذعني بصوت من لهيب، بالهمس، بالآهات، بالنظرات، باللفتات، بالصمت الرهيب. هذا بالإضافة لقصائد قرأناها وأحببناها لبعض الشعراء كنزار قباني وأنس الحاج، وقبلهم شاعر الخمر والغلمان أبو نواس، ناهيك عن روايات طبعت مخيلة القارئ ليس لأنها تتناول تيمة الجنس والجسد، وإنما لكونها تعكس الواقع، كرواية الخبز الحافي وموسم الهجرة إلى الشمال ومحاولة عيش إلى آخره. بالمقابل، رجت رواية برهان العسل للكاتبة السورية سلوى النعيمي أرض المشهد الثقافي العربي من حولها بعد صدورها سنة 2007، رجة لا تزال سارية المفعول إلى يومنا هذا، إذ لا زالت ممنوعة بالوطن العربي باستثناء الدول المغاربية. الرواية التي استلهمت الكاتبة عنوانها من مقولة ابن عربي: حلاوة العسل هو العسل نفسه، ساهم منعها من التداول بين القراء في زيادة شهرتها ورغبة استكشافها. وحول هذا الأمر علقت سلوى قائلة: كنت أظن أن الكتابة في موضوع الجنس لم تعد من المحظورات، لأنني كنت أقرأ ما يكتب. قلت هذا في النص نفسه، ساخرة من الرقابة العربية في زمن الإنترنت. وتضيف: لم يكن هدفي كتابة رواية فضائحية أو مبتذلة، وإنما جاء التحدي من خلال ما كنت أسمعه من بعض المتفرنسين عن كون اللغة العربية لغة ميتة وغير صالحة للكتابة الإيروتيكية. فشرعت بعدها في تحضير بحث، ثم سرعان ما قلت لنفسي: لماذا لا أبرهن على حيوية اللغة من خلال الكتب القديمة، في حين أنه يمكنني كتابة نص بلغة معاصرة حديثة وحية؟ فالمسألة لا تتعلق بالتوفر على قاموس واسع، بل إن المغزى يكمن في تكوين علاقة حميمية مع اللغة. ومن يقرأ برهان العسل يجد أن الرواية ليست بالفجة كما قد يعتقد البعض، وأبعد ما تكون عن ليالي العربدة والمجون، فتوظيف الكاتبة لكلمات تتصبب عرقا استخدمتها بطلتها لكي تروي عن تجاربها الجنسية لا تصدم القارئ بقدر ما تشرع له الأبواب ما قد يعتبره أغلبيتنا بالفضيحة. إذ تدور أحداث الرواية حول فتاة تشتغل بمكتبة جامعية بباريس، التقت بمفكر أثناء انغماسها في قراءة كتب التراث الجنسي العربي. هذا المفكر الذي سرعان ما ستنشب بينهما الحرائق، إذ ستجمعه معها علاقة جنسية تصفها في كل مرة بحنين جارف وبجمل وعبارات تأبى نارها أن تخمد. لم أحكي لأحد في البداية عن هذا الولع المعرفي، كانت هذه الكتب سري الذي لا أشارك فيه أحدا. جاء المفكر وانفتح القمقم في السرير، حكيت له عن قراءاتي السرية، تداخل السران وامتزجا نهرا واحدا. مقتطف من العمل.
والجميل في الرواية أن الكاتبة استطاعت من خلال عملها الأدبي هذا أن تثبت أن الإيروتيكية موجودة في التراث العربي الإسلامي ومنذ زمن بعيد، وذلك من خلال استشهاد بطلتها من حين لآخر بنصوص دينية كأحاديث النبي محمد وبعض الكتب العربية القديمة للنفزاوي والسيوطي وغيرهم. غير أن ما قد يعد السبب وراء صدمة بعض القراء هو جرأة البطلة في الحديث بكل بساطة وأريحية عن جانب من حياتها الشخصية، فأحيانا تجدها تتحدث بحماس فياض عن لحظاتها الحميمية ورغباتها الدفينة واعترافها بطبعها الأبيقوري وبكونها امرأة لا تعترف بالحب بل بالرغبة، الشيء الذي يكسر نوعا ما القالب النمطي للمرأة المعروفة بالرومانسية والميول للحب والعاطفة أكثر من الرجل. تقول: هناك من يستحضر الأرواح، أنا أستحضر الأجساد، لا أعرف روحي ولا أرواح الآخرين، أعرف جسدي وأجسادهم. برهان العسل رواية كتبت بأسلوب رشيق فيه الكثير من الإيحاء والمجاز والصور، وقدمت في قالب سردي روائي متقطع. وعلى الرغم من قلة الأحداث المذكورة بالرواية وغياب حدث محرك من شأنه بعد التشويق والإثارة في سيرورتها، إلا أنها لا تصيبك بالملل، ولقد اجتهدت الكاتبة في توظيف الزمان والمكان والشخصيات والحوار لتؤسس بذلك لفضاء روائي سليم أدبيا. لكن يجب الاعتراف بأن الرسالة من وراء هذا العمل الأدبي تفوقت على البناء الروائي في بعض النقاط، فلقد نجحت الكاتبة في إثبات مدى جرأة الأقلام النسائية على الأقلام الذكورية في طرحها لمواضيع مماثلة، وكان هدفها هو محاولة مصالحة القارئ مع لغته وتراثه العربي الإسلامي. كما نجحت أيضا بطلة الرواية في التعبير بحرية تامة عن تجاربها الجنسية، معللة أن حريتها استمدتها من تراثها العربي الإسلامي، ضاربة عرض الحائط ما يقوله الآخرون عنها وعن أخلاقها، لأنها زاوية النظر بينهما مختلفة، فما يرونه عيبا تراه هي أمرا طبيعيا ليس فقط لتعيشه ولكن أيضا لتروي عنه. تقول: الفضيحة في الفعل أم في إعلان الفعل؟ من يسأل هذا السؤال؟ لم أعش حكاية فضيحة ولا أكتبها فضيحة، الفضيحة كانت في السر، لم يعد السر سرا.